كنت شاد التليفون ديالي ما بيا ما عليا حتى سمعت هذا الفيديو. ياك علموا بنياتكم بان الزواج ليس جائزه. الاخير باش تفك من شريك سام ولد حرام فاشل يكاد يعادل عتق رقبه، يكاد يعادل عتق رقبه. عتق رقبه. علموا بنياتكم بان الطلاق الحقيقي اللي خصها تخاف منه وتحشم منه هو الطلاق ديال الطموح، هو الطلاق ديال الكرامه والطلاق ديال فعلا علموا بناتكم أن النصيحة تؤخذ من أفواه العفيفات والعاقلات والمتدينات وليس من أفواه الفاشلات والغير القادرات على تحمل مسؤولية الزواج، مثل هذه الممثلة التي مرت بتجربة فاشلة وأرادت أن تسقطها على المجتمع كله. احذروا من كلام هذه الممثلة الفاشلة، فهدفها هو زرع بذور الكراهية بين الأزواج. أسأل الله أن يبعدها عن بنات المسلمات والمسلمين. أريد أن أطرح عليك بعض الأسئلة. هل أنت مؤهلة لإعطاء النصائح؟ هل أنت قدوة؟ هل أنت ناجحة في حياتك؟ هل صنت نفسك وجسدك؟ هل احترمت القيم والعفة في تلك اللقطة الماجنة التي رآها الجميع في الفيلم المصري؟ لو كانت نصائحك تنفع لنفعتك قبل الجميع. شاد الخير على زعير.